ሓበሬታ ንጸሎተ ፍትሓት ሰማዕታት ኤርትራ ዝምልከት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና በብዓመቱ ምእንቲ ሃገር ክብርቲ ህይወቶም ዘወፈዩ ሰማዕታት ኤርትራ ንምዝካር ብሃገር ደረጃ ኣብ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ኣስመራ ብዓቢይ ርዝነትን ክብርን ጸሎተ ፍትሓት ከተዕርገሎም ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ። እንተኾነ በዚ ኣብ ዓለም ወሪዱ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከምቲ ልሙድ ክግበር ስለ ዘይከኣል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን በዚ ዝስዕብ መርሃ ግብር ጸሎተ ፍትሓት ክካየድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ንሕበር። መርሃ ግብር ጸሎተ ፍትሓት ዝክረ ሰማዕታት ኤርትራ 19 ሰነ 2020 ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ደወል ቤተ ክርስቲያን ይድዋል። ገዳማውያንን ምዱባት ኣገልገልቲ ውልደ ክህነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ጸሎተ ማህሌትን ስብሓታትን ከብጽሑ ይሓድሩ። ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 5:30 በእንተ እለኖሙ እግዚአ ሕያዋን ብዜማን ንባብን ምስ በጽሐ ጸሎተ ንስሓ ይድገም። ካብ ሰዓት 5:30 ክሳብ ሰዓት 6 ስብከት ካብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 78 ፍቕዲ 10 ወይረአዩ ኣሕዛብ በቅድመ ኣይንትነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ወተክእወ ይባ ቅድሜከ ገኣሮሙ ለምቁሃን ሕነ ናይቲ ዘፍሰስዎ ደም ባሮትካ ንሕዛብ ኣብ ቅድሜና ቕጽዓዮም መንኣኽቶም ኣሰራት ናብ ቅድመኻ ይብጻሕ። ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 13 ይንበብ። ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 እስመ ለዓለምን ውእተ ኣሚረ ተባሂሉ ምልጣን ሞቶ ሙሴ ለጻድቃን ይበጽሕ። ብድሕሪዚ ጸሎተ ኪዳን ምስ በጽሐ ተኣምር ይንበብ። ካብ 12 ክሳብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቐትሪ መስዋዕተ ቅዳሴ ይዓርግ። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ኩለን ገዳማትን ኣድባራትን ንዝኽሪ ሰማዕታት ኤርትራ 12 ጊዜ ደወል ይድውላ። እግዚአብሔር ሃገርና ይባረኽ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ። بيان المكتب المركزي لدار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية أسمرة. الحمد لله الذي رفع درجات الشهداء وأخبر أنهم عنده أحياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء الذي تمنى أن يرتقي شهيدا من دنيا الفناء، وعلى آله وصحبه الذين مضوا على العهد وأوفياء. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. يوم الشهداء يوم مميز يحتل مكانة سامقة في قلوب سائر الإريتريين، يوم لا يدانيه يوم حتى يوم الاستقلال. فلولا فضل الله تعالى ثم تضحيات الشهداء بالأرواح وما قدموا من دماء غاليات لما وجد يوم الاستقلال ولا أصبح واقعا ملموسا نعيشه. نظرا للظروف الحالية لن نتمكن من إقامة مجلس تلاوة ودعاء في جوامعنا الذي تعودنا على إقامته ليلة إحياء ذكرى الشهداء، ولكن يمكننا أن نقيم مجلس تلاوة في كل منزل من منازلنا، فيمكن لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة أن يتلو ما تيسر له من القرآن الكريم، وإن كان جزءا واحدا يستحسن، ثم يهدي ثواب ما تلاه إلى أرواحهم الطاهرة ويدعو لهم بالرحمة والغفران. وقد اتفق العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدي للميت، فلنتخيل ما سيحظون به من التلاوات المهداة والدعوات الصاعدة إلى رب الأرض والسماء. ويمكنك أن تساعد أسر الشهداء بما يتيسر لك من عون مادي أو عيني، أو أن تتبرع بالدم، فكما روى الشهداء تراب وطننا بدمائهم الزاكيات وأنقذونا من ذل الاستعمار، انقذ أنت الأرواح بالتبرع بالدم، فإنه عمل إنساني عظيم إلى غير ذلك من أوجه الدعم والمساندة.
فهذا أقل القليل من الواجب نحو شهدائنا الأماجد. بذكر الشهداء تخفق القلوب وتسمو الأرواح، كيف لا وهم عز وفخار أمتنا، فمن مثلهم في الإباء، ومن يدانيهم في العطاء، ومن ينافسهم في الوفاء، فهم السادة والقادة والملوك المتربعون على عرش القلوب، فمهما قلنا أو فعلنا أو كتبنا نقف عاجزين حائرين، فمن يقدر على إيفاء حقهم؟ إذن فلا يجزي على الجهد العظيم إلا خالقهم العظيم سبحانه وتعالى. فاللهم أرحم شهداؤنا الأبرار، واسكنهم فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ووفقنا على صيانة أمانتهم بالحفاظ على سيادة الوطن حرا أبيا متقدما مزدهرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.